مساء النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معاكم البهله بهيرنيس، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. غادي ندوز معاكم باش تشوفوا المقادير وكيفيه التحضير ديال هاد الغريبه البهله. بالنسبه للدرس تاع اليوم غادي نديرو البهله بهيرنيس. المقادير ديال هاد البهله، هنا عندي 250 غرام من الزبده من اصل حيواني، عندي 250 غرام من الزنجلان منقي ومحمر، عندي 2 الاكياس من الخميره الكيماويه، عندي 250 غرام من السكر سنيده، عندي 250 غرام من الزيت ما يعادل كأسان. هنا عندي 250 غرام من صابلي او هيرنيس، انا استعملت هيرنيس. نخلوه شويه في دوك العضيضات باش كتجي القرمشه في الغريبه ديالنا. بالنسبه للوز عندي 200 غرام مسلوق ومقشر ومقلي وغادي نهرمشوه حتى هو، وعندي واحد الرشيشه ديال الملح. بالنسبه للدقيق تقريبا عندنا كيلو وربع، تقريبا كيلو وربع، ها هو كيلو وربع موزون. غندوزو الان الطريقه. في انيه كنديروا الدقيق، في انيه كنديروا الدقيق، قلنا 250 غرام ديال السكر، كنديروا الزنجلان محمر 250 غرام، كنضيفوا 250 غرام ديال هيرنيس كيف ما شفتوا، نخلوه شويه فيه دوك الحصيات باش تجينا القرمشه. كنضيفوا مليحه 250 غرام من الزبده مذابه، وكنبسسوا الخليط كامل ديالنا كيف ما شفتوا. اللوز كنهرمشو، كندير ليه الدلاك باش يبقاو فيه طريفات صحاح تجينا القرمشه في الغريبه ديالنا، وكنجمعوا الغريبه بالزيت. تقريبا عندي 2 كيسان ديال الزيت، وحنا غادي نشوفوا الا كانت حاجتنا في الاضافه ديال الزيت راه غنضيفوها. ما كانتش هاد الكميه اللي ذكرت لكم 2 كيسان كانت كافيه، راه غادي تشوفوا. كنرميو اللوز، كنبسسو الخليط جيدا باش هذيك الزبده تلبس في الدقيق تجينا الغريبه هشيشه. من بعد ما كيتلبس لينا الدقيق بالدهون ديال الزبده كنضيفوا الزيت وكنبداو ندلكو في الخليط ديالنا باش كتسخن هذيك الزبده مع الزيت، وكنقدروا نتحكموا في الغريبه انها تكور. ضروري من الدلك. كنديروا 35 غرام في كل حبه، وكنكوروها بين يدينا بهذا الشكل هذا، تجي مبسطه، ونحطها في اللاطه حتى كنكمل العجينه كامله ديالي. بالنسبه للغريبه البهله بهيرنيس كتجي مشققه كيف ما شفتوا، وكتجي فيها واحد القرمشه وواحد المذاق يا سلام. اكيد غتجربوها ان شاء الله وتخلوا لي التعاليق ديالكم.
واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره شاف نفيسه يفعل الجرس فضلا منه وليس امرا باش يوصلكم الجديد ديال القناه وتشجعوني وبارطاجيو القناه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده ليا وليكم. جزاكم الله خير الجزاء.